بسم الله ننطلق لقمة الإعلام العربي. بالسيارة راجعت المحاور مال الجلسة والأسئلة مع أريج حتى أكون مستعد للجلسة. وصلنا مع الفريق ودخلنا قاعة القمة، استقبلونا الشباب وسوونا بريفينج ما شاء الله عليهم. بعدين دخلنا بالكواليس نجهز الجلسة ونحضر مع الضيوف. بسم الله نبلش الجلسة. كنت أنا مدير الجلسة، والضيوف اللي كانوا معايا أحمد الزامل، الشيخ حصة الخليفة، وشيف أروى لوتاه. قبل الجميع سبقتهم، انت يمكن من الاوائل في الوطن العربي اللي سووا محتوى طعام. بلش من 2011 يعني تو انستغرام فتح شيخة عزة داخله في الطبخ مباشرة. اللي فكر بالوصفة والشيف اللي سوت الوصفة حلو. والشخص اللي صور الوصفة وانتشرت باسمي مو باسم الشخص اللي سواها. يعني احنا عندنا قطعة في الباب مكتوب تحذير، هذا المطعم يقدم أكلات عراقية غير كلاسيكية، فلذلك وجب التنبيه. شكرا لكم لأن جيتوا، وشكرا لكم لأنكم كنتم موجودين. بعد ما خلصنا الجلسة صورنا وياكم وسولفنا وهواي استمتعنا. بعدين سوينا لقاء، لقاءين، 3، 4، 5، 6، 7، وبعدها حصلنا شهادة شكر وتقدير شكرا. وبعدها التقينا في مون باز، وهم التقينا في علي الخالدي، وبعدها التقينا في مهند مجيد، والتقينا بعدها بمحمد عمر من عراق كريتيك اللي انتقدني مرة من كنت في لقاء مع أحمد البشير بس هسه صرنا أصدقاء. وهم التقينا بأحمد الإبراهيم وكثير ناس مبدعين أنا كل السعيد إنه التقيت بيهم. خلصنا شغلنا وطلعنا وانطلقنا إلى يابا. احكوا لي شنو رأيكم بهذا اليوم. في امان الله.